أختي اتخطبت وكنت فرحانة ليها من قلبي، وفرحتي خلتني أطلع أحكي لجيراني اللي هم قرايب ماما. 5 ستات كبار في السن دايما يقولولي تعالي اقعدي معانا، وأنا كنت بروح لهم من باب العشرة. المهم قعدت معاهم وقلت بكل براءة إن أختي اتخطبت. ما توقعتش غير كلمة مبروك ولا دعوة حلوة ولا حتى كلمة طيبة. اتفاجأت إنهم بيبصولي كأني بقول خبر وحش، بيقولولي إزاي تتخطب وهي صغيرة وتستنى لما تجيلها فرصة أحسن، وبدأوا بقى يقللوا منها، دي ما بتعرفش تطبخ ولا تنظف ومش نافعة، وكلام يوجع. أنا اتصدمت ومعرفتش أرد ومشيت وقلت خلاص مش هروح لهم تاني. بس اللي صادمني اكتشفت إن من يوم ما قلت الكلام ده المشاكل قامت بين أختي وخطيبها، بعد ما كانوا شبه متفقين على كل حاجة. بقى كل شوية مشكلة وكل واحد يشد في طريق وإحنا نصلح، يرجعوا تاني وبعدين يتخانقوا تاني. وبصراحة أنا اللي جوايا ندم، مش طايقة نفسي منه، حاسة إني فتحت باب كان مقفول، وماما ما تعرفش إن أنا السبب أساسا، ولا حد في الشارع يعرف إن في خطوبة. الكلام كله طلع مني، دلوقتي مش عارفة أصلح إيه ولا أبدأ منين. أختي بتحبه وهو كمان، بس المشاكل بقت كتير وأنا حاسة إني شاركت غصب عني في اللي بيحصل. في يوم بالليل بعد ما أختي دخلت أوضتها وزعلانة من مكالمة ما بينهم، رحت قعدت جنب ماما وسألتها يا ماما العين ممكن تعمل كده؟ ممكن تعكس الفرح؟ ماما بصت لي وقالت لي يا بنتي في ناس قلوبها مش صافية والفرحة قدامهم تتحسد. الكلمة دي جرحتني، عارفة ليه؟ لأنها حسستني قد إيه أنا اللي فتحت الفرصة لعيون مش كويسة تدخل حياتنا. بس من هنا قلت لنفسي أنا السبب، يبقى لازم أكون أنا اللي أصلح. قمت صاحية تاني يوم ومقررة إن السلبية دي لازم تتقفل، الطاقة الوحشة اللي دخلت لازم تطلع. وقلت هعمل 3 حاجات: أقطع علاقتي نهائياً بالستات دول، ولا زيارة ولا كلمة ولا قعدة، اللي ما يحبش الخير ما يدخلوش بيتنا. أحاول أرجع لأختي وخطيبها الهدوء، مش هتدخل بس هشجعها تهدى وتفكر وتتكلم كويس، وأفهمه إن أي بيت بيبدأ بخناق، ده طبيعي، المهم يكملوا ما يقفوش عند كل غلطة. أحصن البيت آية الكرسي، المعوذتين، سورة البقرة، لو حتى على يومين مية مقروء عليها، والنية إن ربنا يبعد الشر ويحفظ الفرح. وبعد كام يوم بدأت ألاحظ حاجة، المشاكل قلت شوية، النرفزة خفت والبيت راق واللي جوايا هدى، وكأني بدأت أسترد نفسي.